اهلا بكم في مهندس الملخصات، واليوم جايب لكم ملخص فيلم قصير بعنوان Sleeping Beauty. بس قبل ما نبدا يا ريت تنزل تشترك بالقناه وتترك لايك للفيديو لتشجعني وتشجع القناه تكبر، وعلشان تكبر عائلتنا بوجودكم يا احباب. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. الفيلم بيبدا بطالبه جامعيه اسمها لوسي، واللي بتشتغل كشخص بيعملوا عليه تجارب خفيفه طبيه بالمختبر، وبتشتغل بوظائف ثانيه لتقدر تسدد ايجار الشقه اللي بتسكن فيها واقساط دراستها بالجامعه. فمثلا بتشتغل نادله بمطعم بعد الكليه، ورغم انه لوسي بتعيش بشقه اختها الا انه حبيب اختها بيجبر لوسي انها تشارك بدفع اجار البيت. فلوسي بتدفع اجار البيت غصبا عنها لانه ما عندهاش اي خيار تاني. واكثر شخص بتحبه لوسي هو شخص كحولي ومدمن مخدرات اسمه باردمان، ودائما بيشوف لوسي انسانه حلوه، وبتكون لوسي تضحك وتبتسم بس لما يكون باردمان بحدها. وبيكون باردمان دائما يعرض على لوسي الزواج، ولكنها دائما بترفض لانه فقير ومدمن مخدرات وخمر. وبيوم بتروح لوسي لتقدم لشغل جديد لقيت له اعلان على الانترنت، وبتقابل لوسي كلارا اللي بتكون مديره العمل بالشغل اللي قدمت له لوسي، واللي بتاخذ فيه بنات وبتخليهم يشتغلوا بالدعارة. وبتحكي كلارا للوسي انه كل عملها هو انه تخلع ثيابها امام الضيوف الرجال وتصب لهم عصير وتخدمهم بس، وبانه مش مسموح لهم يغتصبوها، وبانه الراتب $250 على الجلسة الواحدة. فبتوافق لوسي تجرب هذا الشغل، وبتفحص كلارا جسم لوسي الناعم لتتأكد من المواصفات، وعلشان ما تكشفش لوسي عن هويتها الحقيقية بتعطيها كلارا اسم مزيف وهو سارة. وبتبدأ لوسي بأول يوم عمل وبتخلع ثيابها امام الضيوف، وبتبدأ بعملها بصب الشراب للضيوف اول ما يوصلوا. وبعد انتهاء الجلسة بتاخذ لوسي إيجارها، وبتدرك بأن هذه هي اللحظة اللي حتبدأ فيها حياتها تتغير للأحسن. وبيوم من الأيام بعد انتهاء عملها بتروح تزور بيردمان، وبتسأله إذا لساته عاوز يتزوجها. فبيردمان بيقولها بس المشكلة إنه وضعه المالي عمال يروح للأسوأ. فلوسي بتقترح عليه إنه يترك الخمر والمخدرات ويشتغل على حاله، ولكن بيردمان بيكون شاكك بقدرته إنه يعمل هذا الشيء. ولاحقا بتعرض كلارا على لوسي شغل جديد، وهو إنها تنام عارية بجانب الضيوف على السرير، وبينهم بيقدروا يلمسوها ولكنهم ما بيقدروش يفقدوها عذريتها. وطبعا لوسي حتاخذ حبوب منومة قبل ما تنام على السرير. فبتوافق لوسي، ولما تكون لوسي نايمة على السرير بتدخل كلارا زبونها الأول، وبتحكي كلارا للزبون القواعد وبأنه ممنوع يفقد لوسي عذريتها. وبعدها بنام الزبون بجانب لوسي. وبعد جلسات متعددة من النوم مع الرجالة بتقدر لوسي تجمع فلوس بتخليها تقدر تنتقل لشقة أحسن من الشقة اللي ساكنة فيها، وبتقدر تعيش فيها لوحدها كمان. وبيوم بتكون لوسي بمحاضرة، وفجأة بيجيها اتصال من بيردمان وبيحكي لها فيه بأنه بينازع على فراش الموت. فبتركض لوسي المسكينة لمكانه، ولما توصلوا بتشوفه ممدد على السرير وبيحتضر. وبتبكي لوسي وبتخلع ثيابها وبتنام مع بيردمان لتقضي آخر أوقاتها معه. وبموت بيردمان بين ذراعيها. وبلقاء لوسي الثاني مع كلارا بتسألها لوسي إذا كانت بتقدر تصور جلسات النوم مع الرجالة بينما هي نائمة. فكلارا بترفض وبتقول إنه لو حدث وعملنا هذا الشيء فحيكون نوع من ابتزاز الزبائن بالمستقبل ومش حيكون عنا مصداقية. بس لوسي ما بتردش على كلامها، وبتدخل بثمها كاميرا وبتركبها بزاوية الغرفة بالسر. وبيكون الزبون هو الزبون نفسه بالمرة السابقة، ولكنه هالمرة بيشرب كمية كبيرة من الشاي وبيشرب معه كمية كبيرة من الدواء اللي بيساعد على النوم. وباليوم الثاني بتفحص كلارا الزبون وبتلقاه ميت، ولكنها ما بتتفاجأش بهذا الشيء بسبب الجرعة الزائدة اللي أخذها. وبتحاول كلارا تصحي لوسي لأن هي برضو شربت كمية كبيرة من المنوم. ولحسن الحظ لوسي بتصحى بعد ما عملت لها كارا تنفس صناعي. ولما تدرك لوسي إنه الرجل اللي بحدها كان طول الوقت ميت بتصرخ من الخوف. وبينتهي الفيلم بمشهد من كاميرا لوسي المخفية بالزاوية، وبيكون الزبون الكبير ولوسي متمددين فيه على السرير بسلام. ولهون بيخلص ملخص فيلم Sleeping Beauty. اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، واشوفكم على خير بالملخصات الجاية. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.